السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سعد المصري حصري على اليوتيوب. طبعا زي ما بنقول سعد المصري حصري على اليوتيوب. بنتكلم النهاردة على موضوع مهم جدا جدا، هو علاج العدوانية. ومش بتكلم على العدوانية في الأطفال بس، ده احنا بنتكلم كمان على العدوانية بين الزوج والزوجة. طبعا طول اليوم ماسكين في خناق بعض، مولعين الدنيا نار، وخصوصا لو ده شخص بصري وده شخصية بصرية، وبقى كل سنة وانتم طيبين. فعشان كده مهم جدا لما بقعد انا مع اي مشكلة مع الزوج او الزوجة اللي بيعانوا من مشاكل، يقول لي ده دايما منفعل كتير، مش طايق نفسه، بينفعل من اقل الاسباب وارفه الاسباب. احنا لازم نعرف يا جماعة طبيعة شخصية الزوج، هو شخص سمعي ولا شخص بصري ولا شخص حسي؟ نفس الشيء انت كمان اعرف طبيعة زوجتك، اعرف طبيعة حالها هي عاملة ايه دلوقتي. يعني الفترات اللي بتكون فيها البريود او فترة الحيض بيبقى في تغيرات يا جماعة بيولوجية وتغيرات في الهرمونات، بتبقى حاجة بتغير كل حاجة في عند المرأة، من الحالة المزاجية والحالة النفسية والحالة العاطفية. فانت كراجل زوج وراجل مثقف لازم اكون فاهم هذه التغيرات كويس جدا جدا. وانت كمان لازم يكون عندك طول البال، اسمع زوجي، احس بيه، احاول ان انا اتعاطف معاه مع مشاكله اللي موجودة في شغله وهنا وهنا وهنا. لازم ان انا اكون لي صديق حميم قبل ما اكون زوجة. ولك واجبات، ولك كل ده على عين والراس، لكن خديه بالرضا، ما تحاوليش تاخديه بالخناق. طيب تعالوا نتكلم بقى على مشاكل العدوانية. انتوا عارفين العلاج العدوانية بين الزوج او الزوجة بيكون التدليك خلف الرقبة، بيكون مفيد جدا للغاية. والعدوانية والغضب ده بيكون شعور بيتعلق غالبا يا جماعة بين الكبد والمثانة، بيحصل اضطرابات في الكبد والمثانة، تعرف على طول ان في مشكلة عدوانية. لذلك النقاط التالية اللي هنتكلم عنها للطاقة هي بتعبر أكثر أو تعتبر أكثر النقاط تأثيرا لإحداث إن إزاي أعمل عملية تكبيح. حلوة تكبيح دي في اللغة العربية، أو عملية إلجام للعدوانية. إزاي إن أنا ألم العدوانية، إزاي أكون أخليه هادي، أخليه يكون ريلاكس. فعندي النقاط هنا، أول ما أحط إيدي كده هون هتلاقي في منطقتين مجوفتين خلف الرقبة. العملية دي بقوم ليها بعملية تدليك، اطلع لفوق لتحت او كده هو، على حسب ما انت تحبي او ما انت تحب تعملها لمراتك او انت تعمليها لزوجك. بقدر ان انا ادلك الرقبة كويس جدا جدا. العملية دي بتقوم بعملية ايه يا جماعة؟ التهدئة. فالتدليك باستخدام السبابة في اتجاه عكس عقارب الساعة من لمدة دقيقة لغاية مدة دقيقتين. بالطريقة دي انا بعمل عملية تهدئة. محدش يشتغل مع اتجاه عقارب الساعة، لان قلنا ان اتجاه عقارب الساعة بيحصل ايه؟ بينشط. لكن عكس اتجاه عقارب الساعة بيقوم بعملية التهدئة. كمان مركز الطاقة اللي بنسميه VB38 ده مهم جدا، وده بيوجد على مسافة 4 أصابع فوق العظمة الخارجية للكاحل. يعني مثلا أنا عندي كده القدم اهي، العظمة دي بنسميها عظمة ايه يا جماعة؟ الكاحل. فبحط 4 صوابع كده اهو، وهتلاقي في نقطة مجوفة في الساق، بضغط على هذه النقطة لمدة برك دقيقتين 3 دقايق. سبحان الله سبحان الله، فعلا هتلاقي هذا الشخص اللي هو بيملأه كل الغضب والانفعالات في حالة ريلاكسيشن هايل، في حالة استرخاء هايل. بعد كده انتوا عارفين ايه اللي هيحصل بعدها. كان معكم سعد المصري معالج الرفلكسولوجي والشياس. وللتواصل معايا رجاء اتصال على 012 36 90 535 او عن طريق الايميل سعد_استاذ_online@yahoo.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل زوج وزوجة في الدنيا كلها. مع السلامة.